تشوفوا يلاه جيت ودخلت الكوزينه فلقيتوني خديت هذا الكرومب او الكول او كل واحد كيقول له في المنطقه ديالو. خديته من الدي وهنا جيت بانت لي ندير المحشي ديال الكرومب كيحمقني وكيجي رائع. وهي اكله يعني يمكن لك تخلطي فيها اللحم ويمكن لك تخليها نباتيه. انا هذا النهار قررت غادي ندير غدا كي كنقولوا نباتي 100%. دائما جوج مرات في الاسبوع كنبعد اللحم كنبعد الحوت كندير غدا يعني غير خضار رائع. وهذه كذلك فكره باش ياخذوها البنات لان طلبوا مني بزاف المحشي د الكروم. هنا كما كتلاحظوا درتو في الماء غليان وتما كنبدا نحل ورقه ورقه كما كتلاحظوا غير اللي كتحلات كنهزها. هو احسن حاجه باش ديروا الكرومب محشي الكرومب هو داك الكرومب المالس حتى هذا زويون حيت هذا هو اللي لقيت داك هذا النهار في كي كنقولوا في الدي فخديته حتى هو كيجي زوين يعني غير خصنا ما كيعذب شويه في الخدمه مي هذاك اللي كيكون مالس او هذاك كيكون كول نورمال بحال داك اللي كنلقاو في المغرب فهذاك ساهل تشكليه. هنا خديت بصله حكيتها وضفت لها تقريبا 2 معالق كبار زيت وغادي نخليهم يتشحروا مزيان مزيان هنا باش نوجد الحشوه ديال المحشي. وضروري مجوج فصوص ديال الثومه. كما قلت لكم الا بغيتو تضيفوا الكفته بغيتو تضيفوا صدر الدجاج كيبقى داكشي اختياري. كما قلت لكم انا هذا النهار بغيت ندير غدا نباتي 100%. وهنا كما كتلاحظوا ضفت مطيشه محكوكه وهنا غادي نضيف رشيشه د الملحه ونخلي هذا الشيء يتشحر مزيان كما كتشوفوا حتى يتعسل. وغادي نضيف الربيع قزبور ومعدنوس اللي كان عندكم وخلطوا جيدا. غير تحسوا بديك البصله تشحرات وديك مطيشه صافي شربت الماء ديالها. هنا كنضيف تقريبا كاس الماء وكنضيف تقريبا 3 المعالق كبار ديال صلصه الطماطم كما كتشوفوا هنا. وغادي نضيف توابل سكينجبير الابزار الكمون يعني التوابل العاديه. انا كيعجبني نضيف فيه حتى الخرقوم والكمون كيجيو زوينين. هنا غادي نخلط كما كتشوفوا في الصوره وغادي نخليهم هكا. الرز بالنسبه للرز انا كنستعمل الرز الابيض داك المكور فما تخافوا ما يتعجن ما والو فقط تبعوا الطريقه ديالي. فانا هنا كنضيفوا ما طايب ما والو كنضيفوا على ديك لاصوص ما غاديش نطيبوا البنات فقط غادي نخليه يتشرب ديك الصلصه ومن بعد غادي يكمل الطياب مع الورقات ديال المحشي منين نعمرو. كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل فغادي نطفي عليه ونخليه حتى يبرد جيدا. وهنا غادي نشد داك القلب ديال الورقه كنزولو هكا وكنقسم الورقه على جوج. هذه هي الطريقه كل واحد كيصاوب المحشي ديال يعني بطريقته فانا كنديرو هكا بحال شكل الصيغار هكا بهذه الطريقه. شوفوا شحال ما كانت الورقه كبيره الا وكيجي داك المحشي الحبات المحشي زوينين. هنا كما كتشوفوا شديت بطاطا وقطعتها دواور غلاضين شويه ودرتهم في القاع ديال المرميطه هكا. يمكن لكم تضيفوا كذلك ديروا البصله اي نوع ديال الخضره كيعجبكم فقط هذا غير باش كيحمي داك الكرومب ما يلصقلناش لتحت من يطيب. صافي كما كتشوفوا هكا بحال كي كنعمروا السيجارات. غادي نكمل معكم نصايب معكم حبه اخرى. كما كتشوفوا ضروري حيدوا داك القلب لان هذاك القلب والا خليتوه ولا قطعتوا الورقه غير في النص هكا وخليتوه كيبقى المذاق ديالو ملي كتلاقيه تعضيه وتلقاي داك الطرف ديال القلب ديال الكروم ما كيجيش المذاق ديالو زوين. كما كتشوفوا كذلك حتى المحشي ديال كاين بزاف انواع المحشي يعني في المطبخ المصري كيديروا بزاف د الانواع. كاين المحشي ديال الباذنجان صراحه عمري ما جربته دقته عند واحد الصديقه ديالي مصريه واعره البنات كنت حاقره ولكني ما تصوروش شحال جا بنين. غير هو ضروري ضروري سميتو يكون الدنجال يكون صغير. كذلك سبق لي وقدمت لكم القرعه معمره قدمت لكم ورق العنب حتى هو معمر. ولكني انا افضل انواع الكرومب هو عفوا افضل انواع المحشي هو ديال الكرومب. كما كتشوفوا متوفر عندنا طول العام وسهل وحتى المذاق ديال الكرومب ملي كيطيب الا كنتو الناس اللي كيبغيو الكرومب بحالي فكيجي رائع. بالنسبه لديك الكميه تقريبا راه خرجت لي تبصيل تبارك الله عامر. كما كتشوفوا هنا غادي نكمل تستاف هكا زيروهم شويه كما كتلاحظوا في الصوره هكا كيجي. هنا غادي نضيف واحد الصوص او مرق هكا اللي غادي نسقي به ديك الصبيعات ديال المحشي وغادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم فيهم شويه د لاصوص طوماط فيهم شويه التوابل الخرقوم
المصريين ما كيضيفوش الخرقوم في لاصوص، ولكن أنا كيعجبني نضيفها باش كتعطي داك اللون الأصفر وكيجي زويون. ورشيشه د الملحه وسكينجبير، هذا سكينجبير كما قلت لكم. شويه د الملحه ما تكثروش، لان حتى الحشوه راه ضفنا فيها شويه د الملحه وشويه د زويته. وغادي نضيفوا تقريبا 2 كيسان ديال الماء ونخلطوهم جيدا. كما كتشوفوا هنا غادي نسقيو ديك المحشي ديالنا وغادي ندير عليه نشلل هذيك الاناء اللي بقات لي فيه العطريه. نتوما الصوص يعني على حساب تغطيو شويه داك المحشي ما يجيش باين بزاف. هنا كندير طبسيل وكنضغط عليه بشي هكا بشي حاجه هكا اللي ثقيله، فانا عندي هذيك الطبيسيله كحله ثقيله ديال اللودة. هنا غادي ندخلو يطيب فوق العافيه، ومني بدا يطبخ نقصلو على نار مهيله. تاني حاجه غادي نوجد في الغدا ان شاء الله صينيه ديال البطاطا بواحد لاصوص رائعه. هنا بطاطا قطعتها دوائر رقيقه وضفت لها فقط الابزار والملحه، وغادي نضيف لها زيت بلديه لا غير. غادي نخلطها جيدا كما كتشوفوا في الصوره، وغادي ندخلها في الفران طيب على خاطرها. ومن بعد ملي غادي طيب وتحمر عاد غادي نضيف لها واحد الصلصه اللي هي شبيهه بالبيشاميل، غير انا كنضيف لها واحد الاضافات كنضيف لها واحد التويشيات كتجي زوينه. واكيد بغيت ندير القوق او الخرش في كل واحد كيقول له باللغه ديالو، فانا كنشدو وكنضربو مع البوطاجي حتى باش يتحل هكا في الوسط كما كتشوفوا. هذه طريقتي باش كنطيبو في المرق، ولكن هكا كيعجبني كذلك، كيجي ساهل وكيجي زويون وكتجي فيه واحد المتعه، كتاكلي كل ورقه ورقه. بالنسبه باش غادي نعمر هذا القوق غادي نعمرو بالثومه والحامض، ما نقولكمش كيجي خطير البنات. فهنا كنشد دوك الحبات كنرمي الوسط وكنرمي فيه شويه ديال الطروفه ديال الثومه، شويه ديال الملحه وشويه ديال الحامض هكا الطروفه صافي. وكنديرو هكا في مرميطه او كاسرونه او اي حاجه عندكم يعني تاخذ لكم سميتو الاخر تاخذ لكم دوك الاخر دوك الحبات ديال القوق. كما كتلاحظوا هنا نسيت ما درتش الملحه، ولكن من بعد غادي نرش الملحه من الفوق ماشي مشكل. غير هنا بالزربه نسيتها. فهنا كما كتشوفوا نضيف الحامض لان الحامض كيعطيه واحد النكهه، وما تصوروش ديك الثومه ملي كطيب لداخل كتجي رائعه. كما كتشوفوا انا زدت شويه ديال الملحه حيت كنت نسيتها في واحد الحبات. وصافي غادي نشدو واحد نص حامضه غادي نقسمها هكا على 4 هكا باش حتى دوك الحبات اللي على برا يطيبوا في الحامض. ورشيشه هاد الملحه لا غير، والماء انا كنغطي غير حد النص فقط. فغادي تخليوه يطيب البنات غير بدا كيطلع فيه الغليه، نقصوا عليه ما تنقصوش بزاف، عافيه متوسطه، وخليوه هكا كيطيب حتى ينشف من الماء وتاكلوه بالصحه والراحه. كما كتشوفوا الكرومب ديالنا صافي راه وجد، فبقات فيه غير داك شويه المرقه غادي نخليها تشرب، ومن بعد غادي نوريكم الطبق ديالنا. كما كتشوفوا البطاطا كما كتجي تبارك الله محمره ما قليناها ما والو. بالنسبه للصوص استعملت كما قلت لكم تقريبا 2 معالق كبار د الزبده، وضفت لهم شويه ديال الطحين كيبقى على حسب الكميه ديال البطاطا اللي عندكم. فانا ما عنديش شي كميه كثيره، فهنا غادي نخليو داك الطحين يتحمر البنات جيدا. فضروري تحمر باش ما يبقى لكمش ريحه الطحين خضر في الاخر. انا هكا كيعجبني نخدمها كتجي رائعه. يمكن لكم بدل الزيت تضيفوا الزبده، ولكن هكا كتجي احسن صحيه اكثر. صافي هنا كما كتلاحظوا صافي داك كي كنقولوا داك الطحين راه بدا كيتحمر، وحتى اللون ديالو بدا كيتبدل كما كتشوفوا بهذا الشكل كيرجع. فهنا غادي نشد ونبدا نضيف الحليب شويه بشويه. فانا ما كنديرهاش هاد الصلصه غير بالحليب، فانا كنضيف فيها القشده الطريه. فانا ضفت تقريبا هنا 150 مليلتر من القشده الطريه كما كتشوفوا. كتجي بهذا الشكل. من ملي كتبدا تثقل البنات كنضيف فيها شرائح جبن او جبن الموتزاريلا او اي نوع عندكم، وغادي غير زيدوا بداك الفرomage كما كتلاحظوا ما كتجيش ثقيله، لان من بعد ملي غادي طيب غادي تزيد تحمر غادي تزيد تثقل كتجي بهذا الشكل كما كتشوفوا في الصوره. غادي نديرها في الفران تحمر ونرجع لكم. كما كتشوفوا القوقات ديالنا من بعد ما طابوا كيجيو بهذا الشكل، كيجيو هاريين طابوا وشبعوا طياب. فهذه طريقه يعني باش ناكلوا الكرومب من غير داك الطريقه اللي كنعرفوا التقليديه في المرقه او في الطاجين.
وبالنسبة للمحشي الكرنب كما كتشوفوا أنا كنت غادي نوريكم بالفرشيطة، ولكن هو أحسن حاجة يتمكن باليد البنات. كيجيو دوك الحبات شادين راسهم ما كيطرطقوا ما والو، وكيجي المذاق ديالهم ما نقولكمش تحفة. هذا هو البطاطا ديالنا والقوق كما كتشوفوا. أنا كيعجبني ناكل القوق بهاد الطريقة ما نقولكوش كيجي كيحمق كما كتشوفوا، كيجي داك الحمض فيه طايب. وبالنسبة بالنسبة للناس اللي كيتخوفوا يطيبوا بالروز، داك الروز الأبيض كيقول لك كيفوت لهم الطياب، فغادي نوريكم الحبات ديال الروز لداخل. كيبقى داك الروز حبات كما كتلاحظوا في الصورة راه باين طايب، ولكن ما معجن ما حتى حاجة، كيجي مذاقه رائع. وبالنسبة لسميتو البطاطا ديالنا في الفرن كتجي بهذا الشكل، كتجي معلكة، كيجي داك المذاق ديال داك لاصوص بحال البيشاميل ولكن فيها الجبن رائعة. وهذه هي شوية البقولة دارتها خالتكم الزهراء. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما تنساونيش بالدعم لي لايك التعليقات ديالكم اللي كيفرحوني، وكما كنقول لكم ديما تهلاو فراسكم وبسلامة عليكم.